في إحدى الليالي يتجول رجل أسود في ضاحية هادئة بناء على طلب صديقته، وبينما كان يسير في الشارع مرت به سيارة بيضاء، لكنها استدارت بهدوء لتتبع الرجل. في البداية حاول الرجل تجاهلها، لكن السيارة أثارت قلقه، ولمنع السيارة من ملاحقته استدار الرجل وسار في الاتجاه المقابل. ومع ذلك عندما نظر إلى السيارة لاحظ أن السائق لم يعد موجوداً، وفجأة ظهر شخص غامض من الظلام وأفقد الرجل وعيه وسحب جثته واختطفه. تبدأ القصة بعد أشهر مع رجل أسود يدعى كريس واشنطن يعمل مصوراً. بينما كان كريس يسترخي في شقته جاءت صديقته روز أرميتاغ لزيارته، ثم ناقش الزوجان من عرقين مختلفين خطتهما لزيارة عائلة روز في نهاية هذا الأسبوع. لاحظت روز أن كريس يشعر بالتوتر في أثناء حزم أمتعته، ثم سألت روز كريس إن كان هناك ما يزعجه. سأل كريس روز إن كان والداها يعلمان أنها تواعد رجلاً أسود. أجابت روز أن والديها لا يعلمان بذلك بعد، لكنهما أكدتا لكريس أنهما ليسا عنصريين ومنفتحين على فكرة علاقتهما المختلطة. بعد لحظة كان كريس وروز في طريقهما لزيارة منزل عائلة أرميتاغ. كان كريس لا يزال متوتراً ويريد التدخين داخل السيارة، لكن روز انتزعت سيجارة كريس وألقتها خارج السيارة. ثم اتصل كريس بصديقه المقرب رود ليشكره على رعايته لكلبته. زيادة على ذلك قال كريس رود عن رأيه في زيارته لمنزل عائلة بيضاء، ثم ألمح رود مازحاً إلى أن الذهاب إلى هناك ليس فكرة جيدة، لكن كريس أنهى المكالمة بسرعة لتجنب سماع المزيد. بعد ذلك تحدثت كريس وروز عن رود مما أفقدها تركيزها على القيادة. فجأة اصطدمت السيارة بغزال قفز من الأدغال مما دفعهما إلى التوقف. بعد ذلك بوقت قصير وصل شرطي إلى مكان الحادث بعد تلقيه بلاغ روز. بينما كانت روز والضابط يحلان المشكلة سأل الضابط فجأة عن هوية كريس مما زاد توتر الموقف. أعرب الضابط عن تحيزه تجاه كريس وهو رجل أسود. حاولت روز الدفاع عن صديقها، لكن كريس بدا معتادا على هذا النوع من التحيز. ثم حاول كريس تهدئة الموقف بالامتثال لطلب الضابط. بعد حل المشكلة واصلوا رحلتهم ووصلوا إلى منزل عائلة أرميتاغ. في منزل عائلة أرميتاج رحب والدا روز بكريس ترحيبا حارا. قدمت روز والدها دين جراح أعصاب ووالدتها ميسي معالجة بالتنويم المغناطيسي. لاحظ كريس سلوك العائلة المفرط في التساهل، مشيرا إلى محاولاتهم المتوترة للتعامل مع علاقة ابنتهم المختلفة الأعراق. بعد ذلك عرض دين على كريس جولة في المنزل ليريه إياها. تجولا في المنزل وتحدثا عن بعض الأمور، بينما عرف دين كريس ببعض المعلومات. كما التقى كريس بجورجينا وهي امرأة سوداء تعمل خادمة، ووالتر وهو رجل أسود يعمل بستانياً. ولتجنب سوء الفهم أوضح دين لكريس أن عائلتهما ليست من البيض الذين يحبذون وجود خدم سود. وظف دين جورجينا ووالتر للمساعدة على رعاية جدي روز، وعندما توفيا قرر دين إبقاء جورجينا ووالتر يعملان لدى عائلتهما. كما عبر دين عن تعاطفه مع السود ليجعل كريس يشعر بالقبول. بعد ذلك تناول كريس الغداء مع روز ووالديها. في خضم حديثهما سأل والدا روز كريس عن والديه. أخبرهما كريس أنه لا يعرف والده، وأن والدته توفيت في حادث عندما كان صغيراً. بعد أن روى كريس القصة ارتجفت يده من القلق، ثم سأل دين كريس إن كان يدخن، فأجابه بأنه يحاول الإقلاع عن التدخين الآن. ثم عرض والدا روز مساعدة كريس على الإقلاع عن التدخين من خلال تجربة علاج ميسي بالتنويم المغناطيسي، لكن كريس رفض العرض بأدب، وقال دين أنهما موافقان على ذلك. بعد ذلك تحول موضوع الحديث إلى حدث التجمع. تفاجأ كريس وروز بمعرفة أنه سيقام في نهاية هذا الأسبوع، وهو أمر لم يتوقعاه. وبينما كانا يتحدثان عن الحدث جاءت جورجينا لتحضر لهما المزيد من المشروبات. فجأة ثار شيء ما في سلوك جورجينا الغريب الذي أثار دهشة كريس. ثم طلبت ميسي من جورجينا أن تأخذ قسطا من الراحة، فاستجابت لها بابتسامة قلق. بعد ذلك بوقت قصير عاد جيريمي شقيق روز إلى المنزل ورحب بهم جميعاً. في وقت لاحق من الليل كان كريس يتناول العشاء مع عائلة روز. تحدثوا عن قصص طفولة روز وجيريمي. عندما ذهبت ميسي إلى المطبخ لتحضير الحلوى تحول الحديث إلى الرياضة، عندما سأل دين عن رياضة كريس المفضلة. ثم سأل جيريمي إن كان كريس يحب رياضات القتال، فأجاب كريس بأنه لا يحبها. أخبر جيريمي كريس أنه بفضل بنيته الجسدية سيسيطر كريس على كل قتال إذا تدرب.
بعد ذلك نهض جيريمي وذهب إلى كريس وطلب منه التدرب على حركة جيو جيتسو، ولكن قبل أن يتمكن جيريمي من وضع يديه ثم على رقبة كريس تمنعه ميسي من ذلك وتطلب منه أن يرحل. بعد العشاء يذهب كريس وروز إلى غرفة النوم ليستريحا. تعتذر روز عن سلوك عائلتها، لكن كريس يقول لها لا بأس. في منتصف الليل لا يزال كريس يشعر بالتوتر ولا يستطيع النوم، فيقرر التدخين واستنشاق بعض الهواء النقي في الخارج. ومع ذلك عندما يكون في الخارج يشعره سلوك والتر وجورجينا الغريب بعدم الارتياح. وعندما يكون كريس على وشك العودة إلى غرفة روز يلتقي ميسي بالصدفة التي تذكره بخطر التدخين، ثم يطلب من كريس الجلوس على الأريكة للدردشة. بعد ذلك تساءل ميسي كريس إن كان لديه فضول لمعرفة كيفية عمل التنويم المغناطيسي الذي تمارسه. يجيب كريس مازحاً دون أن يدرك أن كل حركة لملعقة ميسي الصغيرة هي وسيطها المنوم. ثم تطلب ميسي من كريس أن يروي لها كيف توفيت والدة كريس. في البداية كان كريس لا يزال متردداً في الحديث، لكنه بدأ تدريجياً بالحديث عن تجربته المؤلمة. يتذكر كريس وفاة والدته وهو جالس في المنزل يشاهد التلفاز ويخدش سريره. يعكس كريس الخدش كما لو كان لا يزال عالقاً في ذاكرته. فجأة تطلب ميسي من كريس أن يغرق، مما يتسبب في تلاشي وعيه وسقوطه في مكان عميق. يصاب جسد كريس بالشلل على الكرسي ويفقد السيطرة على نفسه. ثم تخبر ميسي كريس أنها الآن داخل المكان الغارق وتغمض عيني كريس ببطء. عندما يستيقظ كريس في صباح اليوم التالي يجد نفسه بالفعل على سرير روز ويتذكر بشكل مبهم ما حدث الليلة الماضية. يتحقق كريس من هاتفه ويجد الشاحن غير موصول، لكنه لا ينتبه. أعاد توصيل الشاحن وهو يقرأ رسالة رود، ثم غادر ليستنشق بعض الهواء النقي. هذا الصباح تجول كريس في المنزل ملتقطاً بعض الصور. في لحظة ما رأت جورجينا تفعل شيئاً غريباً أمام المرآة مجدداً، لكنها قررت تجاهله. بعد ذلك لاحظ كريس والتر يقطع بعض الأخشاب القريبة، فقرر الاقتراب منه. عندما رحب كريس بوالتر بعفوية شعر أن والتر يتصرف معه بشكل غريب من خلال طريقة كلامه وتصرفاته. ثم تبادلا بعض الأحاديث المحرجة، مما دفع كريس إلى ترك والتر وشأنه. بعد لقاء والتر أخبر كريس روز عن محادثته مع والتر وعن غرابة سلوكه، كما أخبر روز أن والدتها نومته مغناطيسياً الليلة الماضية. عند سماع ذلك أعربت روز عن قلقها بشأن تجارب كريس وعرضت على والدها إخبارها بذلك، لكن كريس طلب منها ألا تفعل. بعد فترة وجيزة بدأ أقارب أرميتاج وأصدقاؤه الأثرياء بالتوافد على حفل التجمع. خرج كريس وروز لتحية الضيوف والتواصل معهم في الخارج. قدمت روز صديقها لبعض الضيوف الذين رحبوا بكريس بسلوك مبالغ فيه. أعجب العديد من الضيوف ببنيته الجسدية وبشرته السوداء، مما أثار انزعاجه. قرر كريس أخذ استراحة من اللقاءات الاجتماعية واختار عوضاً عن ذلك التقاط بعض الصور للحفل. حاول كريس تجنب أي شخص حتى رأى شيئاً يلفت انتباهه. من بعيد رأى كريس رجلاً أمريكياً من أصل أفريقي آخر بين الضيوف وحاول التحدث معه، ومع ذلك لاحظ كريس أن هذا الرجل يتصرف بغرابة مشابهاً لتصرف والتر. ثم قدم الرجل نفسه على أنه لوغان، زوج امرأة تدعى فيلومينا. بعد ذلك يذهب كريس إلى مكان أكثر هدوءاً ويلتقي رجل أعمى يدعى هيدسون الذي يتعرف على عمل كريس كمصور. يعرفه كريس أيضاً لأنه صاحب معرض شهير. بعد محادثة قصيرة مع هيدسون يقرر كريس العودة إلى غرفة روز. عندما يصعد كريس إلى الطابق العلوي يتوقف الضيوف جميعهم فجأة عن الحديث ويحدقون بغرابة في كريس. في غرفة روز يجد كريس شاحن هاتفه مفصولاً مجدداً، ويشتبه في أن جورجينا هي من فعلت ذلك. قبل أن يتمكن من تأكيد الأمر تصعد روز إلى الطابق العلوي لتجد كريس، ثم يتحدثان عن الشاحن المفصول، لكن روز لا تصدقهما. عندما تغادر روز الغرفة يتصل كريس فوراً برود ويخبره بكل الأشياء الغريبة التي لاحظها. بعد أن ينهي كريس المكالمة مباشرة يرى جورجينا عند باب غرفة النوم. اعتذرت لفصلها الهاتف وزعمت أنها لم تقصد ذلك. أخبرها كريس أن الأمر على ما يرام، وقال إنه يشعر بالتوتر فقط عندما يكون هناك الكثير من البيض. عند سماع ذلك بدأت جورجينا بالتصرف بغرابة وبكت مبتسمة، مما جعل كريس يعتقد أنها امرأة مجنونة. وينتهي كل شيء اليوم، لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بالإعجابات والتعليقات وداعاً.